أنا أخصائية أظافر، وأخصائيات الأظافر دائما يستخدمون الجهاز اللي يجفف يسبب سمار، تجاعيد، شيخوخة مبكرة، يعني تصير الإيد سبحان الله ما فيها حياة، طافية. وغير كذا أسوق، فالسواقة تعرفون شو تسوي؟ تسمر اليدين. فقمت دائما أبحث ما يعني في شيء مثلا ينفعني شوي، يوم يومين يوقف، ينفعني شيء بس شوي تكة وخلاص ما عاد ينفع، أصير أحطه يوم يصير ويوم لا. في أشياء كثيرة تعبتني. فمع يعني تحليلي أنا نفسيا، يعني أقعد مع نفسي قلت يمكن مو بس لازم الشيء أحطه وخلاص، يمكن لازم شيء يكمل شيء، ويمكن لازم يديني تقعد مثلا في غسول مبيض فترة طويلة عشان ياخذ مفعولة. فكذا عرفتوا اللي جلست أحلل لين وصلت للطريقة اللي بعلمكم إياها الحين. وما أبي منكم إلا تدعون لي، واللي تستمر بتشوف لو أسبوعين بس يعني، أو أسبوع حتى، بتشوفون كيف فتحت معكم. أول شيء تجيبون موية بعلبة تكفي كفوفكم اثنينها مع بعض، تمام؟ تجيبون الموية اللي هي بحرارة الغرفة، يعني ما هي دافية حيل عشان ما تشيل لك الزيوت اللي في اليدين. تاخذون في غسول، شوفوا أنا هذا الغسول مبيض نتائجه سريعة مرة. اللي تبي تاخذ أي غسول عندها فتحها براحتها، بس أنا وش أسوي؟ أنا أحكي لكم عن تجربتي أنا، عرفتوه؟ يعني اللي تبي تاخذ نفس الأغراض اللي أنا استخدمتها ممتاز، اللي عندها مثلا شيء أحسن أقوى أو شيء نفس النتيجة ممتاز. وش تحطون بالموية، يعني أنتوا شوفوا مقدار ملعقة كبيرة، أوكي؟ لا تحطون منه كثير بعد. تذكرون بنات لما قلت لكم موية الورد شلون تعرفون الأصلية؟ إن شاء الله إنكم تذكروا. المهم تجيبون موية ورد أصلية 100%، فنجال كذا تحطونه داخل. طبعا اللي مركبة أظافر اللي هي تركيب زي كذا جل ومدري وشو أشياء، لا تنقع يدينها لأنه يطيح. أنا بس لأني مدربة يعني أحطها وأشيلها باستمرار. المهم تنقعون يدينكم وكفوفكم بالطريقة هذه، تمام؟ يعني مو أكثر من 10 دقائق 9 دقائق. اللي مرة تبي يعني تنظف، تحس يدينها من زمان ما نظفتها، تخليها 15 دقيقة. بس أنا غالبا ما أخليها تطول. تاخذون هذه الفرشة، هذه تلقونها بريالين، تلقونها بشيئين، تلقونها بكل مكان. اللي مثلا تبي تسوي بديكير، تبي تسوي مثلا تنظف الجلد، عرفتوا؟ تنظفون. أنا صراحة أحب أنظف حتى يدي، يعني لأنه الغسول مبيض، فأسويه بالفرشة طبعا مو بقوة، لا بطريقة حلوة. شوفوا يعني أوكي، حتى لو تحسونها قاسية بس تراهي مو قاسية يعني بشويش. ليش؟ أخلي بالفرشة يدخل الشامبو المبيض للبشرة ومو بقوة. لا تحكون بقوة بنات، يمكن يوضح لكم أنه بقوة بس لا، أنا المفاصل أعاني منها معاناة. تمام؟ طبعا كل هذه العناية والأشياء تلقونها بالبرنامج الأصفر هناك في الملف التعريفي. تقدرون حتى من جوا الأظافر، طبعا اللي أنا قاعدة أشرحه بناتي تسوونه حتى للأقدام، الله يعزكم، ترى ممتاز لجوزة القدم، ينعم خشونة الأقدام، مرة ممتاز. خلاص تحسين أنك تمام الحين. الشيء الحلو اللي أنا صدق يعني شوفوا أصلا وانتوا تغسلون، ترى هذا اسمه نظارة برايتنينج، يعني يفتح ويعطي نظارة. هذا ممتاز خيالي، حتى اللي تبي تستخدم الوجه يجنن. المهم خلاص تحسين انه انت نقعتي يدينك وفرشتيها نظفتيها. طبعا هذا حاطين موية ورد، الجدد اللي ما شافوا موية ورد وغسول مبيض. تجين لهذا اللي هذا ما هي مرتاحت لها، يعني تقول مثلا ما أحبه أو شيء، تقدر تاخذ أي شيء ثاني هي تبي، أي شيء أنت تحبينه من السنفرة، بس تحسين إنه يفتح. لكن بشرط تحطين معه الزيوت هذه، يا أن تحطين زيت لوز أو تحطين زيت فيتامين إي، أو تحطينهم اثنينهم مع بعض، تحطين من كل واحد قطرة، تمام؟ إذا بتحطينهم اثنينهم مع بعض، أنا ما أحب أكثر يعني أحطهم اثنينهم مع بعض، أو أنا يمكن تعجلت لحظة بنات معلش. في هذا أهم شيء، شلون نسيت أقول لكم إياه. بعد ما تغسلون بالفرشة، في هذه الصابونة الفلبينية وفي الصابونية. واضح إني من شفحة ميتة بروح للسنفر على طول. طيب هذه صابونة فلبينية، أوكي؟ ليش أنا ما سويتها الحين نسيت؟ لأني توي مسوية، أنا عرفتوا مسوية لنفسي وخالصة وجيتكم. تغسلون بالصابونة الفلبينية. اللي ما عندها الصابونة الفلبينية بس عندها خلطة الصابونية اللي حنا سويناها، كم واحدة سوتها بنات؟ صابونية التبييض هذا موجود كله بالبرنامج الأصفر حبيباتي، ما أقدر أقول اسم البرنامج هنا. هذه الصابونية اللي قلت لكم للتبييض، هذه الصابونية تستخدمينها الكامل الجسم، حتى الصابونة الفلبينية
قبل شوي. أول واحدة سويتها نعيما تهبل صح، تخلي الجسم زبدة. طبعا أنا هنا الموية صارت مليانة، فلازم أقوم أغسل وأجيكم. هذه الصابونية خيال خيال. أتعب عرفتوا وش أتعب وأنا أقول عنها. وفيش كثر يمه ما يبون يطلعها، ما يبون يعلم الناس عليها. ليش ما أدري، يعني على أساس هم الوحيدات اللي بشرتهم بتصير كذا. طيب في أشكال وألوان الله خلق. تدهرون طبعا. الحين بشطف يديني وبجي أوريكم خطوات السنفرة والماسك ومن بعد الماسك. طيب سوري بس طولت عليكم. زي ما قلت لكم تاخذون هنا تقريبا ملعقة كبيرة من سنفرة كالب، تحطين معها يا نقطة زيت لوز أو نقطة زيت اي اويل، أو اثنين تحطينهم اثنينهم مع بعض، تمكسينه. بعدين تغرقين يدك، خصوصا اليدينها اللي هي أهملتها فترة طويلة مرة، أو بالشمس، أو إنه يعني تغير حال يدها من شكل إلى شكل ثاني. عرفتوا؟ هذا بنات السنفرة صراحة أنا أستغرب في بنات تقول سمرني، أنا أشوفه يبيض. يمكن تحطونه تروحون عند الفرن، تحطونه تطلعون في الشمس. عرفتوا؟ هذا اللي تسوي الكورس اللي أقوله. وشوفوا تجارب البنات يعني اللي كاتبين ترى يعني يبيض صدق، يفتح، وعلى طول تلاحظين من أول أسبوع من ثاني أسبوع. أنا قلت لكم مشكلتي المفاصل. خلاص أنا عادة صراحة أخذ راحتي بالسنفرة، أسنفر أدر. هذه ترى ممتازة بعد للي عندها في رجولها، الله يعزكم، عندها عين السمكة مدري ايش يسمونها، أو جوزة القدم. يعني الصابونية والخطوات كلها تنفع. تابعوني على البرنامج الأصفر، في هناك ملف تعريفي وأنزل يوميا كل شيء. خلاص الحين بروح أشطفه وبجي أوريكم العناية اللي هي ما بعد السنفرة والصابون. ترى مكمل كله، مو تسوين شيء وتخلين شيء. اللي تبي بياض صدق يا بنات، يعني تبي يدها تصير بيضة وتصير صافية، يتغير شكلها يتغير لونها، تسوي كل اللي أقوله. تمام؟ يلا بشطف وبجيكم. الحين بوريكم ماسك سهل ورخيص ونتائجه مو خيال. اللي بعده هذا طبعا اللي يسوونه، شفتوا الكوريات الفلبينيات، هذا يسوونه ويحطون معه جل الصبار. شو يسوون؟ تاخذ نشا كمية، يعني انت خذي مثلا كميات متساوية، مثلا حطيتي ملعقة نشا، تاخذين اهم شيء خذي صبار مو معطر. تمام؟ حطي عليه صبار نفس المقدار، يعني حاولي يكون نفس الكمية، يصير بالأخير عندكم شوفوا كأنه كريم. قسم بالله يا بنات هذا اللي تستمر عليه تشوف البياض صدق. وعندكم وجربوا وتعالوا اكتبوا لي تحت في التعليقات. هذا يجنن. أنا ترى أسميه أعجوبة، أسميه خيال، يعني ترى صدق النشا مظلوم، النشا صدق مظلوم. طبعا أنتم تحطونه يقعد على يدينكم ربع ساعة 10 دقايق، عرفتوا، عشان ياخذ مفعوله. تمام؟ أصلا وانتوا حاطينه بنات الإيد تنور، وانتوا حاطينه تحسون البشرة كذا فتح لونها. شوف ابشروا الحين بس اخلص اعيد لكم كل الخطوات. وشوفوا بالبرنامج الاصفر الرابط موجود، ترى كل شيء موجود واعيد كل يوم.
وإذا مو كل يوم يوم ويوم. تمام. وحتى أنا متابعاتي يلاحظون أنا يوم من الأيام وأشتغل أظافر عندي جهاز يسمر، يجون ثاني يوم تقول لي إيش سويتي ليدك تغير لونها، أنت حاطة فلتر؟ فيكون ما شاء الله تبارك الله من استخدامين 3 هي تلاحظ. فالحين بروح أغسله، بوريكم العناية اللي هي ما بعد الماسك. شوفوا اللي تقول هذه الخطوات كثيرة ويبي لها وقت، أنا أقول لك اللي تبي يعني اللي عندها شغف أنها تفتح أو تبيض يدينها لازم تتعبون شوي بنات. وثانيا فكروا فيها، هذا لو كله بس ساعة واحدة قبل النوم وأنت خلاص طفشانة الكل نايم وكذا، جيبي صينية حطي فيها كل أغراضك وتكي عند التلفزيون واقعدي اهتمي في نفسك. ترى والله يا بنات الاهتمام في النفس والعناية يجيب راحة نفسية، يعطيك ثقة في نفسك. يعني حتى تصير الناس تسألك ما شاء الله يدينك ناعمة. يعني مثلا واحدة من البنات ما شفتها فترة سلمت علي ومسكنا يدين بعض في المول، قالت الله يدك ناعمة شو مسوية؟ لاحظت. فأنت تبدين تشوفين إنه الناس لاحظت معناته في نتيجة، يعني تعبك ترى مو على الفاضي. فخليني الحين أروح أغسل وأجيكم. الحين يا بنات الخطوات المكملة اللي هي بعد مهمة، ترى ما في شيء مهم وشيء لا، كل شيء سويناه ترى شيء يكمل شيء. تقولين لي زي واحدة مثلا أول تقول أحس هذا الحالة يبيض الغسول والشولة ذا كله، هذا إذا الحالة تستخدمينه بيطول لك فترة طويلة. حنا نبي نعجل، يعني تعرفون البنات ما فيهم صبر، ولا في أحد يحب يعتني فترة طويلة، عرفتوا؟ تمام. الحين يدك تكون مسنفرة ومصوبنة وما شاء الله نقعناها موية ورد وبصابون مبيض. الحين وش تكون مفتحة مساماتها خلاص، فشربت الماسك. شوفوا اللون اللي عطاني اياه، خلنا اوريكم. خلى الايد مفتحة. في حاجة دقيقة بجيبها لكم عشان تشوفونها. في بنات كثير ما يعرفونه وترى سعره مو بغالي وراح تدعون لي عليه يا بنات، ان شاء الله ما يعكس شكلي. هذا اسمه موية البياض تونر كوري. تمام. شوفوا هذا ترى أنا استخدمته لوجهي، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله صار وردي، فوقفت وجهي الحين صرت أحط لرقبتي عشان ما يختلف شكلي يصير يضحك. ورخيص ترى عندنا في السعودية يمكن ب50 ريال أو 55 ريال. تمام. وأي استفسارات تعالوا البرنامج الأصفر أرد عليكم أول بأول. هذه موية البياض الكوري، الدلكين فيها كل مفاصلك، يدك يهبل يهبل يهبل. هذا أعجز أوصفه يا بنات، وسعره حلو ومكوناته يعني لطيفة، كلها من زهور وما زهور. خلاص الحين خلصنا غسول وخلصنا سنفرة، وقلنا اللي تبي الصابونية اللي حطيت لكم طريقتها، وخلصنا ماسك وحطينا التونر حقنا. طيب تجي وحدة تقول لي والله أنا عندي مفاصل مضايقتني أو اللي يجي حول الأصبع مضايقني، أقول لك الله رزقك بشغلة اسمها جلايكوليك أسيد. هذا نعمة من رب العالمين. هذا بنات حتى تدرون استخداماته، حتى يشيل شو اسمه اللي تجي التشققات تجي بالقدم. تقولوا لي ايش دخل، اقول لك والله ما ادري، الدكاترة قالوا وفعلا جربته. وحتى يشيل القشرة من الشعر اللي عندها سواد هنا تحت بعد. تمام. ترى العود الأذن مرة واحدة حطوا فيه، مو شرط مرتين، لأن حنا نبي مسحة. هو مقشر لطيف جدا جدا جدا، بس نتائجه يعني تهبل. يعني أول كان عندي سواد مو طبيعي بمفاصلي يا بنات، ما شاء الله تبارك الله. يعني أنا أستمر، ما أدري عنكم بس أنا راية استمرار. تمام. خلصنا منه. الحين نجي الخطوة الجميلة اللي تبي اكسترا بياض. يعني تشوفون أنا ايش جمعت لكم فيتامين سي هنا، وفيتامين سي بالصابونة، وجبت لكم الورد، موية الورد تبيض، والنشا يبيض، وجل الصبار يبيض، والزيوت هذه تبيض، ونفس الشيء كريم كابي يبيض. فجمعت كل شيء يفتح، ومن ضمنه اللي هو الفيتامين سي. طبعا ما يحتاج أقول لكم وشو الفيتامين سي، أنتم تعرفون وشو. دلك وتكفون. يعني شفتوا هذه العناية، لا تطلعون بالشمس ترى يقلب 100% يقلب سواد. شفتوا اللي سويتوه؟ إذا طلعتي بالشمس بدون واقي، اللي تبي واقي شمس تاخذ 50% وفوق. تمام. خلاص خلصنا فيتامين سي.
ترى شفتوا الأغراض تقعد معكم سنة هذول إذا شريتيهم. هذه القطرة الوحيدة بس. هذا هالورونيك أسيد شي يسوي بنات؟ شفتوا يعني مثل الحين أنا يعني عمري 26 بس عندي تجاعيد مبكرة، عندي سمار، عندي كذا. تعرفون حنا يعني عندنا شمس وصوابينا مو بذاك الزود وكذا كذا. فهذا شي يسوي؟ هذا يروح للخطوط الصغيرة اللي باليد، هذه تشوفون اللي حنا بنشوفها هذه النتف، هذه يعبيها يخليها رويانة وينفخ كذا، يعني مو مبين منفوخ بس يخلي ايدك رويانة كذا يعني مرتاحة. ويفضل هذا انك تحطينه وايدك رطبة. يعني شفتوا انا هذا كان فيه وحطيت هذا على طول وراه. واللي ما عندها فيتامين سي مثلا وعندها هذا تحطه فوقه على طول. اهم شيء يدك تكون رطبة كذا فيها رطوبة، عشان سبحان الله هو يعني اذا حطيتيه على يد جافة ما يعطي نتائج زي ما تكون يدك ندية. خلاص الحين اللي تبي مثلا اللي عندها مثلا حول الأظافر مثلا في سواد أو أظافرها مكسرة أو كذا، في من لوكستان هذا حق أظافر، هذا باللوز والشيا يجنن. شوفوا تعصرونه كذا، شوفوا طلع لكم زيت، تاخذون الزيت تحطونه على أطراف الأظافر. ويا حبذا انه لو اللي يعني تسوي هذا كله لسه جايه من الصالون مسويه قاصه اظافرها ومسوي بيدي كير، يا سلام على النظافه. تقدرون ترى مو بس كذا زي عادي، تقدرون تحطون بالفرشة، بس بالفرشة بيطلع كثير صراحة ويضيع على الفاضي. بس تقدرون كذا وتقدرون كذا عادي. تمام. خلاص الحين جينا لآخر مرحلة اللي هي الترطيب. طبعا الجدد تابعوني هنا، تابعوني الأصفر، تستفيدون مرة. وإن شاء الله في المستقبل القريب بعد بعلمكم أشياء مرة جميلة، ما راح أكشف عنها الحين إن شاء الله. لما أخلص أختبرها، أنتوا تعرفون ياخذ لي 2-3 أختبر الشيء أجربه بعدين أجي أقول لكم عنه. طبعا اللوشنات هذولي أي واحد منه تاخذين ترى ممتاز. هذا من صيدلية بوتس، وهذا سيتافيل، وهذا ببنثين. هذا قيمته يمكن 60، هذا 80، ما أعرف. هذا 60، هذا ما أدري 80 أو شيء أو 60 والله ما أعرف. هذا بحدود 50. اللي تبي ما تبي يعني كلهم غالين عليها، تاخذ فازلين الوردي اللي هو مكتوب عليه اللون الموحد الأساسي. خلاص أنا صراحة أحب سيتافيل، أحبه كثير يعني. أصلا تشوفون شلون العلبة مخلصة معي تبارك الله. وشوفوا إذا رطبته حاولوا روتينكم هذا يكون بالليل. إيه ببنثين كان رخيص حبيبتي، الحين ارفعوه الحين بال60 وبال70 عشان طحنا فيه. إيه هذا كبير يا عمري، الصغير بالعشرينات والكبير بالستينات. شوفوا الحين تقدرون تكتفون. خلاص إذا ليه هنا تقولين رطبت يديني خلصتها كاملة، إيه يا عمري تركيب ذولي تمام خلصتي. تبين تضيفين يعني نعومة زيادة عشان يصير في بياض زيادة، مو شرط هذه الزبدة، هذه غالية ترى وزيها زي اللي عند العطار 10 ريال، ترى ما في أي فرق. تحطين زبدة على يدك، تكفون اللي تسويه لا تطلع للشمس، يروح التعب على الفاضي. واللي عندها مشاكل هرمونية يفضل تعالجها وتطبق هذا، مو بالحالة يعني الأفضل تعالجون هرموناتكم. اللي تبي روحوا البرنامج الأصفر هناك موجود كل شيء، الرابط شوفوه بالحساب يا عمري. شكرا سارة، شكرا بناتي. إيه الإضاءة عادي، أهم شيء ما تكون يعني إضاءة كشافات أو شيء مرة كبير عشان ما تنطبخون، عرفتوا؟ واللهم صلي وسلم على محمد. خلاص كذا لو أنا بعد رب العالمين أنا أضمن لكم لو تسوون كل هذا اللي تو شرحناه كله وتنامون، أعطيكم 7 أيام إلى 14 يوم. إذا ما الناس قالت لك أنتي وشو مسوية ليدينك، تعالوا هاوشوني هنا في التعليقات. في شعرة بيدك، وينها تكفين؟ وين؟ إيه هذه. ما شاء الله عليك، ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لورانس، ثانك يو. تعالوا البرنامج الأصفر كلها موجودة الحين، بنزل فيديو كامل يشرح كل شيء. أيوة تكفون، لا تنسوني من دعائكم. ما شاء الله ترى تعبت يا بنات على ما لقيت. شفتوا هذا الكورس
يعني ما خليت شيء، ترى أول أشتري 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 ما ينفع معي شيء. يوم جمعت كل الأشياء بكورس واحد ضبط. Thank you شمري, thank you so much.